عندي ابني بعيد عني استفسار، ايه. وأبغى أرقيه. طيب. يعني كيف هو تعبان شوية، عنده فرط في الحركة، ايه. كيف أرقيه؟ تدعين له، تعرفين تدعين ولا ما تعرفين تدعين؟ لا لا، أدعي له، أرقيه وأرقي يعني باسمه يعني. اي طيب. بس ترقينه بالدعاء، وش تقولين؟ تقول اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك استجير فاجرني وبك استغيث فاغثني. اللهم فك رهان ابني فلان من العين نعم. العائنه التي لم تذكر الله، من الانس ومن الجن، من الرجال ومن النساء، من الاقارب والغرباء. اللهم فك رهان ابني فلان من الحسد ومن الأنفس الخبيثة. اللهم فك رهان ابني فلان من السحر وعقده، ومن المس ومن أذاه، ومن الشياطين وانتقامهم، ومن سائر الأمراض والأسقام ما علمت منها وما لم أعلم، إن الله بصير بالعباد. ثم اقرأي الفاتحة واستعيني بالله سبحانه وتعالى، واستمري بهذا الأمر حتى يشفى بإذن الله. الدعاء من أجمل ما يقدمه الإنسان لأخوه المسلم، ما بالكم للآباء والأبناء والأمهات فيما الله بينكم. يجزاك.